السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال يا رب. جايه لكم كده بطريقة عمل الدبابيس، طريقة سهلة جدا جدا، زي الوجبات الجاهزة بالظبط وبطريقة سهلة. وكمان حاجات احنا ضامنين اللي هي حاجة نظيفة واحنا اللي عاملينها في البيت بمكونات سهلة جدا جدا. يا رب تعجبكم وتنال رضاكم. المكونات بتاعتنا، انا هنا كان معايا 2 كيلو من الدبابيس، جايباها حجم صغير. معايا البهارات بتاعتها: كزبرة وفلفل اسود، وسنة قرفة صغيرة وسنة كمون عشان الكمون ما يكسرش على باقي البهارات، وشوية بصل بودر من كل حاجة نص معلقة، وبهارات فراخ بردك نص معلقة. ومعايا كيس مرقة دجاج فورية، ومعايا ورقتين اللي هو الورق اللوري. دولت البهارات بتاعتنا. ومعايا هنا هو كوباية لبن. طبعا لو عندكم لبن رايب هيكون احسن، بس انا قلت هعملها باللبن لان ما كانش عندي رايب. وبيضايه. طبعا قبل اي شيء، قبل ما ننقع الفراخ لازم اكون قبلها غسلها طبعا، اللي هو النظافه اللي احنا بننضف بيها الفراخ العاديه. ومعايا بوله حطيت فيها مكعبات تلج، ومعايا كمان اللهم صل على النبي معلقتين من السكر، وحطيت شويه ملح صغيرين، بس معلقتين سكر كبار، وكم مكعب تلج، وحطيت فيهم الفراخ وسبتهم فيها بالظبط يعتبر بتاع 4 5 ساعات. وانا كمان وانا بقى يعني وانا هحطهم في وسط التتبيله انا هطلعهم هتكون كمان لسه الميه ساقعه. طبعا بعتذر على صوتي ده لاني تعبانه شويه. زي ما انتم شايفين كده انا هنا كنت خلاص صفيتها كمان من الميه، وحضرت البهارات، حطيت البيض وعلى اللبن وعلى التوابل، وقلبتها كويس جدا بالمضرب عشان التوابل تدوب في قلب البيض وتدوب في قلب البهارات من جوه. اللهم صل على النبي. وبعد كده مسكت الدبابيس، رحت شقاها كده بالسكينه شقه صغيره عشان خاطر اعرف ان انا ايه، يعني التتبيله تخش جوه الدبابيس وتبقى شاربه منها كويس، يعني تبقى فيها تطعيمه البهارات. طبعا هو انا بحب اتعامل بايديا زي ما انتوا عارفين، بس كنت ماسكه الموبايل فقلت ايه هتعامل بالشوكه، هعمل لكم كده كام دبوس قدامكم وبعد كده انا هكمل بايديا يعني. انا هنا كنت كملت بقى بايديا وحطيت الباقي. طبعا قبل ما اعمل اي حاجه ايديا كانت متعقمه، ومادام ايديكي متعقمه تقدري اللي انت تشتغلي بيها عادي. انا من الناس اللي ما بتحبش تلبس اي حاجه في ايديا وهي بتشتغل. بحس ان انا الحاجه مش بتتقلب كويس او مش بتتظبط كويس، زي ما اكون بايديا يعني. انا هنا خلاص كده كنت تبلتها، احطها بقى في التلاجة للوقت اللي انتي حابة اللي انتي خلاص تطلعيها فيه. معايا هنا التغليف بتاع الدبابيس. معايا هنا اللهم صل على النبي نص كوباية من الفيجيتار، نص كوباية دقيق، عليهم 5 معالق من النشا. انا جبت كيس النشا اللي هو اسمه نشا ذرة ده، ما مش نشا سايبة، يعني بحس اللي هي ليها تطعيمة احلى من النشا السايبة. هحط الدقيق على النشا على الفيجيتار زي ما انتوا شايفين. حابين تعملوا كذا تغليف، يعني ممكن تاخدوا الدبوس من التتبيله على الفيجيتار وعلى الدقيق، وترجعوا تاني تحطوها في البيض واللبن اللي هو بتاع التتبيله ذات نفسها الاساسيه، وهكذا على الدقيق والفيجيتار. بس انا ما عملتش غير هي بس ايه رق واحد بس، ما حبيتش ان انا اعمل فيها كذا رق عشان برضك ايه مخفيش طعم الفراخ، يعني اللي يجي ياكل ما يحسش اللي هو بياكل ايه، بياكل عجين كتير. مع انه والله كان طعمها حلو جدا، يعني بجد كان طعمها تحفه. انا اول مره اجربها كنت بعملها على طول مسلوقه، اديها نص سلقه وبعد كده بتبلها وبعد كده برجع ايه احطها في الفيجيتار وفي الدقيق وفي البيض. بس اول مره اجربها نيه. بس بقى ايه يعني عشان تعملوها نيه لازم حبه زيت يكونوا حلوين كده. طبعا احنا عارفين الغلا بتاع الزيت، فمعلش هي مره واحده بس، مش بنعمل كل يوم حاجه زي كده بنستخدم فيها زيت كتير. وبعدين الزيت ما اتحرقش مني، هوريه لكم برضو. استخدمته بعدها في قلي بانيه، ما جراش اي حاجه خالص. لو كان بس فيه رواسب انا صفيتها ورجعت استعملت تاني الزيت، وحمرت بيه بطاطس. يعني في اليوم بعدها عملت بانيه وعملت بطاطس، وكان بعد كده خلاص بقى يعني خلاص ما كانش فيه زيت تاني بقى، لاني كنت مفضيه يعني نص الازازه او اكتر كمان شويه. بس زي ما انتوا شايفين بحط رق من هنا ورق من هنا، يعني بطلع من البيض من التتبيله بتاعت البيض واللبن والبهارات على الفيجيتار وعلى الدقيق. وبعد كده اروح راجعه تاني، اكون سايبه بقى الزيت يكون مغلي، كان الزيت سخن جدا.
بعد كده قليتها، بعد كده طلعت بالشكل ده. عملت جنبها طبق سلطه، وبجد كانت كريسبي وكان طعمها حلو جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. متنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس للكل. متنسوش اللايك فضلا وليس امرا. يا رب الوصفه تكون عجبتكم ونالت رضاكم، ويكون الفيديو خفيف على قلبكم، وانا كمان اكون خفيفه على قلبكم، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.